السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة والعافية. أهلا وسهلا بالحضور الكريم، مرحبا وألف مرحبا ومرحبا بالناس اللي انضموا للقناة، وشكرا على التفاعل، ومرحبا بالناس اللي مازالوا جايين، ومرحبا بالناس اللي كاينين في القناة. شكرا لكم بزاف 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 على كل ما كتعملوه من أجل هذه القناة اللي هي قناتي وقناتكم فضاء حكيمة. مرحبا وألف مرحبا. ندوز الموضوع ديالنا اليوم خوتي خواتاتي، اللي هو الموضوع ديال سعاد، اللي خرجوا بعد المنابر او خرجوا بعد القنوات، عفوا ماشي المنابر، القنوات، وتيقول لكم اعطيو اتساع لسعاد وخليو سعاد تقرر اشنو غدير، وخليو سعاد تصالح مع بناتها. غادي نرد عليكم الاخت اللي خرجات اللي كتسمى اللي كتقول انك صديقتها وكتهضري بلسانها. سعاد ماشي فمها مكمم، سعاد عندها فمها تخرج تعبر على داك الشيء اللي بغات. سعاد تاخذ القرار راسها، حتى واحد ما كيتحكم في القرارات ديال سعاد. سعاد اللي كتحكم في قرارات نفسها، كتاخذ القرار راسها. سعاد خليوها، ماشي حنايا، يخليوها خواتاتها تعرف تاخذ القرار، يخليوها العائله ديالها تاخذ القرار المناسب لها، ماشي القنوات. القنوات بعادين كل البعد، ملي مشات كتصالح ما حضروش ليها القنوات وما تدخلوش فيها القنوات، قالوا لها الله يكمل بالخير والله يجمع شملك مع بناتك. هادشي اللي تقال وهادشي اللي خرجنا وقلناه. قلنا حنا ماشي ضد الصلح، ولكن حنا ضد التنازلات، ضد انها تعطيهم سلاحه يحاربوها به. هذا اللي كانوا باغين منها، هما كانوا باغين منها انها تعطيهم فيديو او لايف تعتذر فيه باش يحاربوها من خلال داك اللايف. سعاد اليوم كتقولوا سعاد مدمره. شكون اللي دمر سعاد؟ قد خواتاتها وقد بناتها قد تصيلتها وعائلتها. سعاد ما كاينش اللي دمرها من صحاب القنوات، بالعكس صحاب القنوات شادين بيديها وموقفينها على رجليها. ولكن انت اللي خارجه كتهضري، انت كتدعين انك صديقتها، واش بالفعل انت صاحبتها؟ واش بالفعل انت باغيه لها الخير؟ ايوا نصحيها انت ووريها طريق الخير، ما توريهاش طريق الشر، ما تبغيهاش تعطي التنازلات حتى وصلت القضيه في يديها وشدتها ولات هي المنتصره، ولات هي القويه في هذا الملف. عاد نتوما بغيتوا تطيحوها وبغيتوا تقلبوا عليها الكفه. اذا نتوما ما بغيتوش سعاد تشوفوها مزيانه، ما بغيتوش سعاد تشوفوها منتصره، ما بغيتوش سعاد تشد حقها بالقانون، لا بغيتوا سعاد تمشي ضحيه، ضحيه ديال الاخطاء ديالكم والاستهتار ديالكم، ضحيه ديال هاد العبء اللي هاد العبث اللي كتعبتوا بسعاد كيف ما بغيتو. نتوما اللي جبتوا سعاد حتى لدابا، وعاد نطو كتقولوا لها حقا تنازلي، حقا تسامحي، حقا خرجي باعتذار، حقا ديري، حقا ديري. اذا نتوما ما بغيتوش لسعاد الخير. كون بغيتوا لها الخير غادي يكون الصلح، غادي يتم الصلح. كون كانوا بناتها باغيين الصلح غادي يمشيو بناتها بلا كاميرا بلا فيديو بلا لايف بلا حتى شي حاجه، غيمشيو عند امهم وغيطيحوا على امهم وغيطلبوا من امهم السماحه، وما يطلبوا منها لا تنازل ولا ما يحزنون. غيمشيو يتصالحوا مع امهم وغيمشيو يجلسوا مع الام ديالهم اللي كتحلموا ان سعاد غادي تصالح مع بناتها او لا بناتها باغيين يتصالحوا معها. فانتم غالطين، غالطين. عرفتوا علاش غالطين؟ لانكم ما عرفتوش النوايا ديال سعاد، لانكم ما عرفتوش سعاد اشنو باغيه من هذا الصلح. سعاد باغيه تصالح مع بناتها، باغا ترجعهم عندها، باغيهم يعيشوا معاها، باغيهم يبقاو معاها، باغيهم يجلسوا معاها. وهما ما غايجلسوش معاها، هما عمرهم ما غادي يجلسوا معاها، وعمرهم ما غادي يسكنوا معاها، وعمرهم ما غيعيشوا معاها. شفتوا الصلح فين كاين؟ هذا صلح ملغوم. شفتوا سعاد شنو باغيه والبنات شنو باغيين؟ البنات باغيين يبقاو حرات طليقات، باغيين يبقاو مع مرت الاب اللي كتحرضهم، اللي فاتحه لهم الباب وفاتحه لهم الطريق، يديروا اللي بغاو، يخرجوا وقت بغاو ويجيو وقت بغاو. ماشي بحال سعاد اللي غاديه كتخاف عليهم وغتحرص عليهم وما غتخليهمش يخرجوا، ما تعطيهمش ديك الحريه اللي هما باغيينها. اذا هنا عمرهم ما غيمشيو عند الام، هما باغيين زوجة الاب كما شفتوهم، باغيين ديك الحقوده، ديك الشريره، ديك الحقوده اللي قاتلاها سعاد هي اللي واقفه في الصلح، هي اللي مانعه هذا الصلح هذا، هي اللي كتشرط عليهم انهم يجيبوا تنازلات ويجيبوا فيديو باعتراف وباعتذار ويجيبوا عادي يتم الصلح. فهمتوا يا الصحابات اللي تدعون صحابات؟ انتم ماشي صحابات، انتم بينتوا على الحقيقه ديالكم وبينتوا على النوايا ديالكم. كاع عندنا الحق او لا كاع ساهل علينا نفتحوا الكاميرا ونقولوا خليو سعاد تصالح، سيري يا سعاد صالحي واعطي تنازل واعطي خرجي بفيديو خرجي. ولكن خممتوا العاقبه ديال ديك المراه فين غتصيفطوها؟ خممتوا لديك المراه فين غتصيفطوها؟ ديك المراه كتحفروا ليها كاملين، صحاباتها خواتاتها وبناتها وضرتها، كلكم كتحفروا لهاديك ضرتها، يعطيها الضر ان شاء الله. اللي كتحفر هي اللي كتخطط وانتم كتنفذوا.
انت كون كنتي صاحبتها او باغا تهضري بلسانها غتمشي تجلسي معاها وتشوفي سعاد اشنو كتفكر، سعاد اشنو بغات، وحللي شوفي البنت باش كتخرج. الا بانت لك البنت انها باغا تصالح وباغا ترجع مع امها، باغا تعيش مع الام ديالها، فتما حنا كنباركوا ليهم الصلح. حنا ماشي ضد الصلح، حنا يا ريت يجمعوا علينا زبنهم وسخهم من السوشيال ميديا، يا ريت يتصالحوا ويحيدوا لينا هادشي كله ويمشيو يعيشوا سمن على عسل مع بعضياتهم. ولكن داكشي اللي باغيه سعاد ما باغينوش البنات، وداكشي اللي كيفكروا فيه البنات ما كتفكرش فيه سعاد. شفتوا فين كاين الفرق؟ حنا كنشوفوا بالعين الصحيحه. حنا حذرنا سعاد ما تعطيش تنازلات وما تخرجش بفيديو تعتذر فيه لانها غتقلب عليها كل شيء، لانها غيصيفطوها الحبيب بيس، لان السيده غيغبروها بناتها ومرت باهم. سمعتوها الصحابات اللي تدعون انكم صحابات؟ نتوما كلكم عينكم في حنان بانوراما. حنان بانوراما قالت لكم انا ما كندخل فيها لا من بعيد ولا من قريب، انا كنهضر على الملف، كنحل الملف، حنا واقفين مع سعاد بالفعل، ولكن القرارات ديالها تاخذها من راسها. حين سعاد ما كتعرفش تاخذ القرارات اصلا. حين سعاد لو كان كتعرف تاخذ القرارات ما كانش غتوصل لهادشي اللي وصلت ليه اليوم. شتي سعاد كون كانت تعرف تاخذ القرار، او كون كانوا مخلينها تاخذ القرار صح، ما كانش غتوصل لهاد الوصله اللي واصله ليها دابا. عليها بزاف ديال الاراء وبزاف ديال القرارات وبزاف ديال الضغوطات، ودايرين بها يعني العائله، ودايرين بها الاخواتات، ودايرين بها يعني ديري هذه لا ما ديريش هذه. يعني ملي كانت سعاد كتاكل العصا راه ما كانوش خواتاتها كيبانوا ولا صحاباتها، ما كنتيش كطلعتي، ما عمرك انك طلعتي دافعتي على سعاد وكتقولي لا نتوما ضربتوا في سعاد وانتوما درتوا سعاد وانتوما حطمتوا سعاد وانتوما دمرتوا سعاد وانتوما عطيتوا سعاد العصا. يعني فين كنتم شحال هذه يا خواتاتها اللي ما كنتوش دافعوا على اختكم؟ ولا انت صاحبتها اللي كان عليك تدخلي بالصلح مش شحال هذه، كان عليكم تدخلوا بالصلح مش شحال هذه، لا خواتاتها ولا صاحبتها كان عليكم ما تخليوهاش توصل حتى لهذا الموصل. حتى سعاد قربت تسالي القضيه، وحتى سعاد صافي غتشد حقها بيديها، لا من بنتها ولا من بكريشه ولا من زوجة الاب. عاد نتوما نطو كاملين كتجدبوا، نطو كاملين تابعين جلاله بالنافخ. ما كتحشموش. بغيتوا نتوما مصلحه سعاد، نتوما ما بغيتوش مصلحه سعاد، نتوما بغيتوا تغرقوا سعاد، نتوما بغيتوا تخلوا سعاد دائما منهزمه، بغيتوا تخلوا سعاد دائما محطمه. كون بغيتوا تشوفوا سعاد مزيانه وسعاد غتوقفوا معها باش تاخذ حقها، باش تجيب بنتها الصغيره بالقانون، لانها على وشك انها تجيبها بالقانون. البنت الصغيره غتجيبها الحضانه ديالها بالقانون، البنت الكبيره غتلتزم الصمت وتبعد من امها وتعطي لامها التقار، صالح مع امها تعطي امها التقار، ما تبقاش تعاير امها. غادي تخلي امها تشد حقها من الزوج اللي كان كيخرج كيضرب فيها ليلا نهارا، كان كيخرج يفضح فيها وكان كيوصفها للناس ها كيف دايره وانت ها كيف دايره وانت حامضه وانت خانزه وانت الكرش مدلدله وانت هادشي ما استنكرتوش، هادشي عجبكم. وحنا كنعرفوا اي امراه راجلها خرج قال لها هادشي الا وحطمها الا ودمرها نفسانيا ومعنويا. عرفتي شنو؟ نتوما ما بغيتوش لسعاد الخير، لان سعاد قربت تشد حقها، وسعاد منصوره باذن الله. وسعاد لازم سعاد هي تاخذ قراراتها براسها، ما تسمع حتى لشي واحد، تشوف اللي كيسلكها وتشوف الامور فين غاديه وتتبع المحاميه ديالها. المحاميه خدامه تبارك الله عليها، كنحييوها من هذا المنبر. السيده قربت تنتصر، فما خفتوا ان سعاد تشد حقها بالقانون وسعاد تنتصر عليكم. نطوا كتجادبوا كاملين كي ديالهم، كي صحاباتها، كي وحده من صحاباتها، وحده اخواتاتها غاديين كيتجاراو. يعني ما بغيتوش اختكم تشوفوها عايشه بخير، ما بغيتوش اختكم ترد بنتها الصغيره عندها تعيش معاها مع ولادها، لان البنت الكبيره مستحيل ومن سبع المستحيلات وخرجت قالت ما كاين صلح، ما غنعيش معاها وما عمرني نهضر معاها وما عمرها غتحل عليا. انا قلتها لكم. شنو بغيتو اكثر من هذا؟ علاش باغيين تورطوا سعاد؟ علاش مدمرين سعاد؟ علاش مانعين سعاد حتى من الخروج تخرج في الفيديوهات ديالها او لايفات وتوضح؟ خرجي يا سعاد وضحي للناس، وقولي لينا شكون اللي مانعك، وقولي لينا شكون اللي مسيطر عليك، وقولي لينا شكون اللي ما مخليش هذا الصلح يكون. يلا خرجي فضحي يا اختي، فضحي على الساكته. خواتاتي هاد الناس والله العظيم شنو نقول لك، ما تيبغيوش الخير لبعضياتهم، سبحان الله. هذا هو الفيديو ديالي. نتوما عجبكم الفيديو عطينا لايك، اشتراك، تعليق، بارطاجيو الفيديو. شكرا لكم والى اللقاء.